أما الزوج يقدم حق الوالدة للحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. أي نعم، ثم أدناك فأدناك، تأتي الزوجة في السراء. لكن المرأة لا، المرأة تقدم حق زوجها حتى على حق أمها وعلى حق أبيها. ليش؟ لأنه جنتها ونارها، ولأنها مقيدة بأوامر الله عز وجل في طاعته، لا تخرج من بيته إلا بإذنه. طيب كيف تخرج من بيته إذا دعتها أمها أو دعاها أبوها؟ قالوا لا نبغى نتمشى، يلا تمشي معنا؟ اي نعم، ما يجوز لها تمشي معهم، وهو طاعة لهم خروجهم. ليه؟ لأنها مأمورة بطاعة زوجها. فتقول لهم انتظروا، خلوني أستأذن من زوجي. إذا قالت لا، أبويا وأمي بيطلعون يتمشون مثلا، أو بيروحون يسوقون، أو بيروحون مكان، قال لها لا تروحين، تقدم أمر زوجها. لأن إذا قالت لا بروح، أجل ضاعت إمارته وضاعت قوامته على أسرته، وبالتالي يحصل خلل في الأسرة.